العربي كله دعم. أنا ما عم باخد طرف، بس أنا عم بقرأ ما يحصل. الإعلام العربي كله داعم لما يقوم به الشرع. حتى في الداخل السوري في عنا صوت واحد، إعلام واحد، يعني في تمويل وتعويم لهذه الشخصية أو لهذه السلطة. اليوم أنتم، طب إذا عم تقولي ما بدك تنحطي بإطار المعارضة، من ترفضون هذه السلطة، قديش قادرين تواجهوا كل هذه الهجمة الإعلامية؟ شوفي انت، شو هو اقدس صراع بالعالم؟ صراع نعم. الوجود. شو اقدس صراع بالعالم؟ شو اقدس حق بالدنيا؟ حق الحياة. حرية. انا ليس الحرية. مطروح انا ليس مطروح علي ابدا شيء الا الوجود واللا وجود. النظام العربي يدعم أن هذه السلطة لتطويع الشعب السوري بالقوة نحو إمارة وهابية جهادية أي شكل. طب لا تخيف يعني هذه الإمارة النظام العربي؟ هم يدعموا، هذا السؤال بتوجه لهم إلهم، لكن هم يدعموا قد يكون عندهم مزاج سياسي في هذا الأمر. بعدين النظام العربي ليس كل واحد اليوم، ما فيني أحطه كله في إطار واحد، لكن في جزء ظاهر متبني لهذه السلطة من الإعلام العربي يتبنى هذا الأمر. في أحيانا الأمور ما بتكون بالأبعاد اللي نحن متخيلها بالسياسة. في ناس بتدعم شغلة لأنه عندها مزاج فيها، تؤمن فيها، بتشعر أنه هي بتشبهها. فهذه المسألة نحن مو مطروح علينا شيء لنناقشه، نحن مطروح علينا الآلية. يعني أنت لما إعلام بيساند المجازر، كيف بيساند المجازر؟ بيساند سلطة عم ترتكب مجازر بالأقلية. طب وبيقوم بتغطية، وأنت رواية متأكدة إنها هي رواية كاذبة ورواية مشوهة، وأنت عم تسمعيها ليل نهار إنه بده يغطوا مجازر الساحل إنه فلول نظام، رغم إنه ثلث سجون حافظ الأسد كانت من العلويين. ثلث سجون حافظ الأسد كانت من العلويين. ورغم انه العلويين اللي طلعتوا وقتلتوهم وذبحتوهم هم علويين لا مستفيدين لا من سلطه ولا من اقتصاد ولا من دوره راس المال، طلعتوا على قراهم الامنه البسيطه وقتلتوهم. على لما في اعلام بيساند هي المساله، هذا الاعلام شو طارح علي؟ وبسميهم فلول نظام وبيعزز روايه فلول نظام وبيقلب عليهم طائفيا من المحيط الى الخليج بقدرته الاعلاميه. شو طارح علي هذا النظام العربي اللي بيأيد هاي الروايه؟ شو طارح علي؟ طارح علي اما بموت او بصير عبده عند هذا النظام الجديد اللي هو بده يعومه بالمال. طب بدك تعومه بالمال، بس حياتي ما بتنشرى بالمال. بالاخير انت ما فيك تشتري حياتي بالمال، فيك تدفع دية لضحية لتسكت اهله ربما، لانه الحي ابقى ميت، بس ما فيك تشتري حياتي بالمال. مع مم. المسألة انه معادلة المال محطوطة امام حياتنا اليوم. انت لما مجازر السويدة بيطلع خطاب النظام العربي المساند وعم بفصل ما كله واحد، وانا ما مقتنع انه كله واحد. وانا برايي هذا الموضوع مو من الولايات المتحده الامريكيه مثل ما عم بيبرروا البعض، لا، هذا الموضوع هو مزاج شخصي لهذه الانظمه، هي مزاجها. وهذا بدللك على انه فكره التخلص من الوهابيه والانتقال للحضاره فكره وهميه ما صحيحه، تماهي من اجل الاستمرار في السلطه مع المنظومه الدوليه، بس من الداخل ما صحيحه. فاذا انا عم اقول لك، انت لما بتطرح علي انت بمجازري بالسويدة بتطرح علي انه نحن خونه وبتعومها، ورغم انه انتم الانظمه العربيه في عهدتكم تصفيه القضيه الفلسطينيه والتآمر عليها ورفض الانظمه اللي كانت تدعمها وكله من بوابات الكيديه السياسيه، كيف عم تحطني امام هذه المعادله؟ حياتي ما مم. بتنشرب مصاريك بمنطق، هذا هو نعم. حياتي. ما فيك انت تدعم سلطه، بس ما فيك تشتري عمري وعمر اجيالي بالاموال. انت حطيتني، ما اعطيتني معادله ثانيه. اذا والله بتشتري مجموعه من العملاء وبتشتري موقف لزعيم سياسي بلبنان عرفان انه اذا نجحت حريه الشعب السوري بانتزاع قراره من هذه الانظمه العربيه ودعمها للحركات الوهابيه، فانت بتنتهي زعامتك السياسيه جاي تبيعني انا ودروز سوريا من اجل كرسيك. فنحن بالاخير قد لا ننتصر، قد لا ننتصر، قد أموال تقدر تجيب مرتزقة يقتلونا كلنا، قد لا مم. ننتصر. لكن أنت شو المعادلة اللي حطني فيها؟ أنا بحط دم ابني إذا عم يشتروا ناس برا وهون وهون وكلياتهم، مين منهم قاعد او متخيل؟ اللي موجود داخل السويدة ما انه متخيل حجم الفكرة وحجم الكذبة وحجم الخديعة، وعم يستغلوا حاجة الناس نتيجة الحصار. ليش محاصرينهم؟ حاصرينهم مشان بالجوع يفتحوا فتنة داخلية. ومين اللي عم يأيد هاي الحالة؟ فأنا اليوم مطلوب مني ابني ودمه ودم أولادي
يصيروا عمود بكرسة الحكم لزعيم سياسي بلبنان، عم يتاجر من يوم قصصه الأولية، عم يتاجر وجزء من الإتجار بملف كل عمره ملف جزء من الحركة الصهيونية بالمنطقة، وجاي اليوم تخوني إلي بعد ما حطيتني بصراع وجودي؟ هي امم هيك بهذا الشكل. يعني أنا اليوم شو المحاذير اللي بدي بدك أتخبى تسمي منها؟ من هو هيدا الزعيم؟ ما هي وليد جملات ما بدها كتير يعني. انا لما ما بسمي حرصا، انا بمشي على توجيهات سماحه الشيخ الهجري الذي لا يريد شقل الصفوف ولا مم. يريد اي مهاترات سياسيه. عنده نعم. من العقل والحكمه والاخلاق والرصانه السياسيه ما سوف يتغنى به التاريخ، حتى لو عم بيحاولوا يشوهوه بسردياتهم. نحن اليوم علاقتنا معه ما نشأت من منبر ديني، لا، علاقتنا معه انا عم بتحدث عن نفسي، مش نعم. لأنه أنا درزية نشأت علاقتي معه. أنا علاقتي معه نشأت من منبر أن هناك رجل خلوق وأخلاقي قرر أن يتحمل كل أوباش الأرض مقابل أن يرد عن أطفال الدروز وأطفال السويدة بعباءته. هذا نعم، المنطلق طيب بما الأخلاقي انه اللي عم اتبع نحكي اليوم عن الزعيم. الشيخ حكمة الهجري، يقول الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز اليوم أنه طول الفترة الانتقالية لم نشعر بأي فارق بين ما كان من ويلات نظام الطاغية وويلات ومجازر نظام العصابات. بعتقد اطلعتي على بيانه يلي طلعوا اليوم، أي وأنه طبعا أكيد. لا يزال القصف يطال بيوت أهلنا كل ليلة. شو عم بيحاول يعمل اليوم الشيخ حكمة الهجري من خلال هذا البيان؟ شيخ حكمة الهجري أثبت أنه هو منبر العقل والوطنية، وهذا كلام هو يعني كلام حقيقي، كلام بس حقيقي متهم يعني. بالولاء لإسرائيل الشيخ حكمة الهجري. ايوه، كويس، انا صرت عم حب المصارحه بهذا الجانب. ايه. شوفي المشهد المرتبك اللي نحن عايشين فيه. اولا، لم يوصف عدونا الرئيسي يلي بعد دباباته على السويدة اللي هو تركيا، لم توصف على انه عدو، رغم انه محتل اراضي. هلا بدنا نبلش نقيس، لانه هذه السلطه